السلام عليكم. آه النهارده معاكم في تيب جديدة في اللارافيل. هم حقيقي اتنين مش واحدة بس، لأنهم بس هما الاتنين مرتبطين وحقيقي مرتبطين مع بعض بلارافيل 11، انهم هم تقدموا بشكل فعلي مع لارافيل 11. التيب الأولى هي الكونكرنسي تاسك أو الكونكرنسي فساد اللي اتقدمت مع اللارافيل 11. فكرتها ببساطة، تخيل انك انت عندك اكتر من ملف هتحمله من سيرفر تاني غير السيرفر بتاعك. فبتضطر انك انت هتعمل فايل جيت كونتنت الاولاني ثم التاني ثم التالت ثم الرابع. فالعملية بتمشي بتوالي مع بعض، يعني لازم الاول يخلص ثم يبدأ في العملية التانية ثم التالتة وهكذا. ده الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. اللارافيل قدمت لنا حل جديد اللي هو الكونكرنسي فساد. نقدر نحمل 5 فايلات مع بعض في بشكل متزامن مع بعضه في عملية واحدة. طيب مبدئيا ازاي احنا نفعل اصلا الكونكرنسي فساد؟ انت لو لارافيل 11 اوريدي هي متفعلة عندك بدون اي اعدادات تانية جديدة، لكن لو انت عامل ابجريد على من لارافيل 10 او اقل لحد 11، يعني عملت ابجريد من 10 ل 11 مثلا، انت محتاج تعمل تعديلة بسيطة في الconfig app.php. هتروح على البروفايدرز، تمام، وهتضيف الكونكرنسي سيرفيس بروفايدر زي الشكل الحالي، تمام. وبعدها على طول اللارافيل هتعمل لودنج للكونكرنسي سيرفيس بروفايدر من ضمن البروفايدرز بتوعك وتقدر تستخدمها بشكل طبيعي، تمام. ايه الفكره ازاي هي الكونكرنسي اصلا بتشتغل؟ الكونكرنسي فاساد بتشتغل. لارافيل في الدوكيومنتيشن بتاعهم قال لك انه انت لما بتيجي بتحط كل تاسك بتاعتك او الفانكشن بتاعتك اللي عايزها ترن، هي بترنها في artisan CLI command بشكل منفصل ليها. فبالتالي انك تقدر ترن اكتر من تاسك في نفس الوقت مع بعض، وكله هي اللارافيل بتهندل الموضوع دوت، بتعمل بتفاير ليهم artisan CLI command لكل تاسك بشكل منفصل، وده هنشوفه مع بعض في تجربة دلوقتي مع بعض. طيب في الدوكيومنتيشن موضح ان هو في اكتر من بتسبورت اكتر من درايفر. اوكي، الديفولت درايفر هو البروسيس، اوكي، والتاني اللي هو الفورك، والتالت اللي هو السينك. خلينا نبدا من الاخير. السينك قال لك هو في حاله انك انت عايز تعمل تيست انت بتستخدم السينك، مش اكتر من كده، تمام. انما الفورك هو مش سبورتد الا في حاله انك بترن الكود بتاعك من السي ال اي كوماند بتاعك، فبتستخدم third party package للفورك. لكن باي ديفولت هتلاقي البروسيسين مفعله، وهي اللي في الغالب اللي هتستخدمها بشكل طبيعي معاك. الفورك هم تحدثوا قالوا ان هم بتحسن فيها تحسن في الاداء عن البروسيس، عن الدرايفر اللي اسمه بروسيس. طيب ازاي نشغل الكونكرنس تاسك؟ كل اللي مطلوب انت لما تيجي تعمل import او use الكونكرنسي فساد، وبعد كده بتبعت لها تبعت للميثود اللي اسمها run من الكونكرنسي array، وكل array تحتوي على function او closure ده يعتبر تاسك منفصلة، وبناء على الكونكرنسي نفسها هتimplement كل تاسك فيهم، ترن لهم artisan CLI command لكل تاسك لوحدها عشان يمشوا بشكل متوازي. تقدر تتحكم في الدرايفر بتاعك من خلال الامر درايفر قبل run، او هتعمل publish للكونفيج عندك عشان ينزل لك فايل للكونكرنسي جوه ملف الكونفيج، تقدر تتحكم وتغير الديفولت بتاعه، تمام. فدلوقتي خلينا نروح مع مثال انا كنت كاتبه سريعا. قلت اول حاجه هنستخدم البنش مارك عشان نقدر، اتمنى الصوره بس ما تبقاش بتقطع منكم لان انا سجلت اكتر من مره وللاسف لقيتها بتقطع. فخلينا نقول انا استخدمت البنش مارك عشان اقيس التاسكس خلصت في قد ايه، وهي تاسك عاديه جدا. بدل ما هعمل داونلود لصوره قلت لا، انا هعمل سليب لمده ثانيه في 5 تاسكات، معنى كده ان كل تاسك هتاخد مني تاخد ثانيه. فهنشوف عشان تبين لي البلوك بشكل طبيعي بتاعي. فخلينا نروح نكتب كونكرنسي، اوكي، بيحصل لودنج طبيعي، هنستنى 5 ثواني، براوزر بلودنج، هنستنى 5 ثواني عشان يرن، وقال لك هو اخد 5 ثواني وجزئين من الألف. اوكي، فده بالنسبة للكود الطبيعي اللي احنا عارفين هياخد 5 ثواني وجزئين من الألف. طيب في حالة بقى انه احنا استخدمنا
الكونكرنسي. الفرق بين الكود الاولاني والتاني عشان نبقى شايفينه. اوكي، هنا انا نفذت الاكواد بشكل متتالي. هنا جوه الكونكرنسي استخدمت array، وكل ايتم او element جوه array منهم كومن، بينهم كوما. اوكي، عشان تتنفذ بشكل تاسك بشكل منفصلة. واضح 5 تاسكات عندي. اوكي، فهحذف ده. وبرضه انا مستخدم البنش مارك زي ما احنا شايفين، مستخدم البنش مارك عشان يحسب عدد الثواني اللي هتيجي. كل اللي هروح اعمله هناك بس ريفرش، وهنشوف فرق. هنا كانت الاولى واخده 5 ثواني، التانية المفترض خدت 5 ثواني. ممكن انا ما عملتش سيف مثلا، ما عملت السيف، يعني نرجع تاني ونعمل F5. التنفيذ الجديد الخمس تاسكات خدوا 1.5 تقريبا. واضح في فرق كبير ما بين البرفورمانس الاولى والتانية في حالة انه كان 5 تاسكات. نكمل على الكونكرنسي. اوكي، قال لك انا عندي differ function. الديفر فانكشن وهي متعلقة بنفس الهيلبر برضو. التيب رقم 2 عندنا هي الديفر. فكرة الديفر هو انت بتأجل الاكسكيوشن بتاع جزء معين من الكود لما تبعت ال HTTP response بتاعك للبراوزر. طب دي فايدتها ايه؟ هو الديكونتيشن حبت توضح قبل كده انه هي لو انت ما عندكش الكيو فده دي تعتبر يعني امبلمنتيشن سريع لحاجه بديل الكيو لو عندك هيفي تاسك. بس انا مش بنصح بيها للهيفي تاسك كتير. تمام، انا يعني هي الهيفي تاسك بمفهومها، يعني هل هجنريت فايل مثلا؟ لا، انا ما بنصحش بحته زي دي. بس لو بعمل عمليه في الكاش او ايا كان، هتبقى العمليه دي الريسبونس بتاعي مش هيتاثر بيها، اللي هيوصل لليوزر، يبقى انا استخدم الديفر. لكن في حاله ان انا هعمل هيفي تاسك، انا كده بعمل لود على السيرفر، مش هعمل له كنترول بمعنى اصح، فممكن ياثر على البرفورمانس بشكل ما او باخر. فخلينا نرجع سريعا نشوف الديفر، وانا كتبت برضو مثال بشكل حاضر. بس خلينا نقول الديفر هي فكرتها بشكل مباشر. هو احنا بندي لللارافيل كود معين، هي بتكريته في ايفنت معين بيتم بعد ارسال الريسبونس للويب براوزر. بعد كده هي بتكسكيوت الكود اللي انت بعته او الفانكشن او الكلوجر اللي انت بعته في برضو CLI كوماند. يعني لو احنا قفلنا البراوزر من غير ما هو يخلص، هيبقى شغال برضو عادي لحد ما يخلص الاكسكيوشن، لان دي كانت مهمة بالنسبة لي اعرف هتبقى شغالة ولا مجرد اليوزر ما يقفل البراوزر هيحصل اكزit للكود نفسه. فلا، هي طلعت لا، ان هي مستمرة حتى بعد ما اليوزر يقفل البراوزر. فعلى مثال سريع، هنا انا استخدمت الويلكم. اوكي، طبعا خلينا نقول هفضي بس من التست. بداية الكود عندي عملت ستارت للريكوست، كتبت في اللوج ستارت ريكوست، عملت فاير الديفر وده حطيت فيها فانكشن. الفانكشن دي بتسليب 15 ثانيه، اكني هعمل اكسكيوشن للكود 15 ثانيه، وهو توضيحا كتست مش اكتر. تمام، لان قلت لكم هو لو عندي تاسك تاخد الوقت ده كله، يبقى الافضل تبقى في الكيو ما تبقاش في الديفر. اوكي، وبعد كده في الاخر حطيت في اللوج بتاعي انه خلاص الديفرد ايكوال باك اكسكيوتد. تمام، وهنا الاند وهنا الويلكم. طبيعي من قبل الديفر لو هننفذ الكود بغض النظر الديفر موجود ولا لا، كان الكود بتاعي يتنفذ، دي يحصل اكسكيوشن، هستنى 15 ثانيه. سوري، ده هيتكتب في اللوج، هستنى 15 ثانيه. وبعد كده هنكتب في اللوج تاني الديفر كول باك اكسكيوتد، وبعد كده هنقول اندنج اوف ريكويست، وبعد كده هنطلع البراوزر. ده كان الامر الطبيعي جدا اللي بيحصل قبل كده. بس مع الديفر اللي حصل انه مجرد ما حطيت الكود جوه الديفر، فهو تأجل تنفيذ الكود لحد ما بعد ارسال الفيو للبراوزر، وهو ده اللي هيبان لنا في المثال اللي جاي. انا فضيت اللوج بتاعي ونروح للتست. هو موجود عندي التست هنا. طبعا اول ما ادوس هو فيه هنا لودنج بيبان، والبراوزر عندي حمل الفيو. هروح لللوج قبل ما يكتب، عمل ستارت وعمل اندنج، ولا زال لسه الديفرد اكسكيوشن الكول باك اكسكيوتد ما جاتش، بس جات لي دلوقتي بعد ال 15 ثانيه. وكتاكيدا على المثال السابق برضو هعمل حفظ تاني، ان هو وانا عملت كلوز اللي بيحصل. هنعمل هنا ريفرش، هي لسه في لودنج،
عملت كلوز خلاص، وهنا برضو هنعمل كلوز عشان برضو ما نقولش فيه حاجة. هنفضل نستنى لحد ما ال15 ثانية تيجي اعتقد. خلال دلوقتي بالظبط حصلت، برغم ان انا قفلت الويب براوزر. دي كانت تفرق معايا جدا في الديفر. طيب هل استخدم ديفر في اي حاجه؟ لا، ديفر تستخدم في الحاجات الخفيفه عشان ما اثرش على الاكسكيوشن. الحاجات الخفيفه زي الكاش، والكاش العلم مقدمه ميثود جديده اسمها فليكسيبل، انها بتعمل امبلمنتيشن لنفس الفكره دي. عشان ما اطولش وقت الفيديو، فهنتكلم عن الفليكسيبل في بوست او ممكن فيديو جديد برضو بيوضح آلية التنفيذ. بس وده كان مختصر سريع عن الديفر والكونكرنسي تاسك. اتمنى انكم استفدتوا منه. يلا السلام عليكم.